رضوى الشربيني اتجوزت من رجل أعمال سعودي، رفضت تجدد عقدها مع القناة اللي هي شغالة فيها، طلبت تقريبا عقد خرافي عشان يرفضوا إن هم يجددوا لها، وبالفعل حصل. رضوى الشربيني دخلت عش الزوجية. رضوى الشربيني اللي كل الناس بتمثلها بأيقونة التمرد ضد الجواز في مصر وباقي دول الوطن العربي، دلوقتي وعلى عكس الاتجاه بتروح وبتتجوز. سمعت تعليقات كتير على الموضوع ده، وناس كتير اتكلمت وستات طلعت واتكلمت وقالت إن هي زي ما خربت بيوت كتير، دلوقتي بعد ما خربتها وقعدت على تلها راحت عشان تتجوز هي. طبعًا حاجة مفاجأة من رضوى الشربيني، بس على فكرة ده شيء متوقّع، كل اللي كانت بتعمله ده عشان بس البرنامج بتاعها يعلى والمشاهدات بتاعه تعلى، والناس تقول إن هي أيقونة التحرُّر والمرأة الحُرة وstrong independent women، لكن كل الكلام ده مش صحيح، هي اللي كان يهمها البرنامج بتاعها وبس، زيّها زي ياسمين عز، ما فيش فرق بين الاتنين، كل واحدة فيهم بتدوّر على مصلحتها، وما فيش حد مهتم طبعًا ببيتِك أو أي حاجة ممكن تتخرب غير كده.